الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب. النهاردة أول يوم العيد وفطار العيد طبعا. ما شاء الله معروف فطار العيد، عيد الأضحى بيبقى كبدة، كبدة ببصل، كبدة بالثوم، كبدة اسكندراني، لحمة بالبصل. أي حاجة فيها لحوم ده معروف، ده فطار العيد بتاع عيد الأضحى. كل سنة وانتم بألف خير يا حبايب قلبي، ربنا يعيدوا عليكم بألف صحة وخير وسعادة. وإن شاء الله السنة الجاية اللي كان نفسه يروح السنة دي السعودية ويقف على جبل عرفات وما راحش، إن شاء الله بإذن الله ربنا يحققها له السنة الجاية ويبقى على جبل عرفات. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. أنا هنا ابتديت بالسلطة، قلت أعمل شوية سلطة كده. طبعا كنت مفكرة ال الكاميرا بتصور من الأول، بس طلعت مش بتصور من أول ما قطعت بقى الطماطم والخيار والجزر. ويعني بعد ما قطعت الجزر اتضح بقى ان انا إيه الكاميرا مش بتصور، فاخدت بالي وظبطتها يعني. وقطعت معاكم بقى الكابوتشا، وابتديت بقى ان انا اخلص انا كده، حطيت عليها الملح والليمون كده خلصتها. بعمل بقى البطاطس بعدها على طول، يعني بعمل حاجة ورا بعض عشان الصلاة كان خلاص خلصت، والفطار بقى يعني المفروض يبقى جاهز على طول بعد الصلاة. هنا هقطع البطاطس صوابع زي ما هما بيحبوها. بتبقى رفيعة شوية عشان هما بيحبوها مقرمشة شوية. طبعا كل فيديو لازم نقول، كل فيديو فيه بطاطس يعني لازم نقول عندي جزء بيحب البطاطس تخين وعندي جزء بيحب البطاطس رفيعة. دي رفيعة، بصوا بتبقى يعني بسوا بعض كده، كلها قد بعضها. هما بيحبوها كده، فانا بعمل حاجة او كلنا بنعمل حاجة اللي الولاد بيحبوها عشان تتاكل. هقطعها بقى كلها كده معاكم ان شاء الله، وهبقى حاطه الزيت على البوتاجاز يسخن، عشان الزيت لازم يبقى سخن عشان البطاطس ما تشربش الزيت. وزي ما قلت لكم دي بطاطس آلية اللي هي بيبقى فيها نقطة حمراء. انا طبعا كنت مقشراها بس الحته دي ما جاتش في التصوير زي ما قلت لكم. فالبطاطس دي بتاعت آلية كده كده يعني ما شاء الله هتبقى حلوه جدا، هتشوفوها معايا في الاخر لونها بقى. طبعا كنت مجدده الزيت وحطاه بقى على البوتاجاز عشان يبقى سخن على ما اخلص التقطيع. اليوم كان سهل وجميل وما شاء الله الواحد كان عنده ما شاء الله كمية نشاط الصبح، كان تحفة. بس بعد الأكل بقى بننام شوية ونصحى مثلا على الظهر كده، الواحد بقى بيبقى صاحي يعني كسلان مش قادر يعمل حاجة. الصراحة الصبح ده بيبقى مختلف خالص. وانتي طبعا سامعة تكبيرات العيد وصلاة العيد وحاجة الصراحة يعني ما شاء الله حلوة جدا. ربنا يديم أيامنا كلها عيد يا رب ويديم الفرحة علينا دايما، اللهم آمين يا رب. آه، بس طبعا العيد بقى مختلف شوية غير عيدنا احنا ك كأمهات وآباء يعني. العيد مختلف شوية مش زي زمان. زمان يعني تحسي أو أنا عن نفسي حاسة إن العيد زمان كان أحلى بكتير. كأطفال يعني هم دايما يحسوا العيد أكتر مننا. زي دلوقتي كده انا عندي مثلا الولاد بيبقوا مستنين يوم العيد الصبح عشان يلبسوا مثلا الهدوم الجديدة علشان يروحوا يصلوا، عشان يجوا ياخدوا العيدية. اجواء كده حلوة قوي قوي ما شاء الله عشناها كلنا طبعا. بس انا حاسة ان ايام زمان برضو احلى من دلوقتي. احنا ايامنا كان ما شاء الله كان كل حاجة حلوة، كل حاجة متيسرة وكل حاجة بسيطة. دلوقتي طبعا الجيل اختلف، بقينا يعني الجيل اختلف نهائي، يعني احنا غير الجيل اللي موجود دلوقتي يعني. ف... فوالله دايما اقول الاجيال ديت مظلومة والله يكون في عونها مع الايام اللي جاية. وربنا ييسر لهم الحال يا رب ويجعل ايامهم كلها افراح واعياد، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يجعلهم ان شاء الله ايامهم تبقى احلى من ايامنا بكتير ان شاء الله يا رب. ف
انا حاسه، انا مش عارفه انتوا كمان حاسين كده ولا لا، بس انا حاسه ان العيد زمان كان احلى في كل حاجه. انا فاكره والله، يعني الربع جنيه والنص جنيه والجنيه والحاجات ديت، يعني ما شاء الله احنا لما كنا بناخدها مصروف، إيه يعني ما شاء الله كانت بتجيب حاجات كتيره جدا. دلوقتي اصلا ال10 جنيه، ال10 جنيه بتجيب ايه؟ ما بتجيبش حاجه يعني، ما بتجيبش اي حاجه خالص دلوقتي والله. ف فطبعا الايام بقت صعبه اكيد. يعني اقل حاجه تديها مثلا لطفل، مثلا يعني إيه، لو 50 جنيه هيجيب مثلا حاجة مثلا ياكلها وحاجة يشربها، حاجة حلوة يعني. إيه لو هتدي مثلا لدي هتدي 100. واخدين بالكم؟ فالكلام ده طبعا ما كانش موجود زمان، الكلام ده كان زمان كل حاجة فيها بركة كده. يعني والله أنا فاكرة إن كنا بناخد ال10 جنيه ديت، ما شاء الله كانت بتشتري حاجات كتير، كنا بنجيب بيها حاجات كتيرة جدا، نجيب بيها لعبة وبنجيب بيها حاجة حلوة ناكلها وبنحوش منها كمان. فكانت الأيام حلوة جدا جدا الصراحة. عشان كده دايما بقول قبل كده العيد كان أحلى، كان بسيط وكان فيه بركة كده. دلوقتي ما شاء الله انتي معاكي 200 جنيه اتفكت، ال 200 جنيه جبتي منها مثلا أي حاجة، حتى لو 10 جنيه جبتي منها حاجة ب10 جنيه، بقى معاكي 190 جنيه. ال190 جنيه دول أكنهم هوا، بيتصرفوا بطريقة يعني الصراحة صعبة جدا يعني. سهلة، هو مش صعبة، هي سهلة، بيتصرفوا بسهولة. 200 جنيه ما بقتش فلوس دلوقتي. ف فربنا يعين الجميع يا رب والله. ايام صعبة. انا هنا بقى قطعت الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، بحب احطهم على الكبدة والكلاوي، بيدوا يعني طعم مسكر كده شوية للاكل، فبيديله طعم حلو قوي. البصل هنا كنت جايبة بصلتين، بس انا استخدم بصلة واحدة عشان حسيت ان بصلتين هيبقى كتير جدا على الكمية اللي انا عاملاها، عشان ما شاء الله البصلة كبيرة يعني. قطعتها شرايح كده او جوليان رفيع خالص، رفيعة قوي قوي على قد ما تقدري. و وجبت التوم بقى، جبت التوم قشرته. عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه ما بحبهاش هي تقشير التوم الصراحه. التوم بقى المفروض هو كان كبير، بس يعني الفص بتاعه ذات نفسه كبير، بس لما تيجي تقشريه تلاقي الفص الواحد فيه كذا فص جوه، فبيبقى فصوص كتيره جدا. بصوا بصوا ما شاء الله الفص طلع قد ايه اصلا. يعني كله كده، مش واحد، مش فص مثلا ولا اتنين، لا هو الراس كلها كده. ف فكانت حاجه رخمه جدا الصراحه، بس اضطريت ان انا اقشره لان كله كده، مفيش حاجه كبيره ان انا مثلا اختارها منهم اعملها بسرعه. فحاولت بقى ان انا اقشره كده، لان التوم اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض طبعا البرطمان بتاعي كان صغير فخلص. بس الصراحه كان نفاني جدا، كان حلو قوي قوي. كنت وقت ما ببقى عايزه توم بطلعه وبعمل منه على طول، لكن ده الصراحه رخم قوي. يعني انا ما بحبش تقشير التوم بقى. ولسه هقعد اعمل واقعد افصص، بياخد وقت ومجهود وكل حاجه. بس ما علينا يعني، قضينا الدنيا وتمام يعني. قشرتهم وخلصتهم. كل ما اجي اعمل فص الاقي جواه فصوص، يعني بدل ما يبقى فص واحد كبير لا جواه كذا فص بقى، مش كبار يعني وسط كده. فكانت حاجه رخمه جدا يعني. فانا اصلا ما بحبش تقشير الثوم، بس يعني ايه اضطريت ان انا طبعا اقشرهم عشان الاكله. الاكله دي لازم توم عشان الكلاوي. طبعا الكبده ما بتتغسلش، ما بتتغسلش، ما بتتغسلش مليون مره، ما بتتغسلش. في ناس يقولك لا الكبده بتتغسل، لا الكبده ما بتتغسلش. ولا بحط لها لبن ولا بحط لها اي حاجه، هي زي ما بتيجي من عند الجزار. بطلعها مثلا من الطبق او من الكيس وبعملها بس. لكن ولا بغسلها ولا بحط عليها لبن ولا بنقعها في خل ولا الحاجات دي خالص. عايزه اقول لكم الخل وهي يعني لسه ما استوتش، بيثبت ريحه الزفاره، بتبقى زفره جدا وطعمها مش حلو خالص. انا هنا بقى حاولت اعمل التوم، اهرسه يعني كده على قد ما اقدر. إيه انا كده خلاص خلصته. اجيب بقى الطاسه اللي انا هعمل فيها، انا هودي بقى البطاطس هناك يعني في هناك فين.
هودي البطاطس على العين التانية بتاعة البوتاجاز، وهجيب على العين ديت عشان ما شاء الله العين دي عالية، فهجيب عليها الصينية او الطاسة اللي هعمل فيها الكبدة. انا هنا عاملة كبدة وكلاوي مع بعض. حطيت الزيت، وهحط الاول الثوم، وبعدين بعدها البصلة والفلفل، وبعد كده احط الكلاوي الاول، لان الكلاوي بتاخد وقت شويه في السوى عن الكبده. الكبده ما بتاخدش حاجه، بس الكلاوي بتاخد يعني تسويه اقوى شويه او اكتر شويه من الكبده يعني، فبحطها طبعا هي الاول. في ناس بتشوح الكبده الاول او الكلاوي الاول يعني، ويدوها صدمه، وبعدين بيحطوا عليها البصل او الثوم او ايا كان اي حاجه تحطيها عليها. بس جربيها بالطريقه دي هتفرق جدا في طعمها، وطعمها بيبقى حلو جدا الصراحه. هنا كنت حاسه ان الفلفل الاخضر كتير، بس والله يعني انا هو واحد بس اللي انا حطيته بس. عايزه اقول لكم كان طعمه حلو جدا، كان مسكر وجميل. بصوا هنا بقى بعد يعني انا كنت مطلعه الكبده والحاجات ديت. كنت مطلعه الكبده والكلاوي بره يفكوا من بالليل، مش من بالليل، بعد قبل الفجر كده، قبل الفجر يفكوا، عشان كنت حطاهم طبعا في الفريزر. بعد ما فكوا بقى طبعا قطعت الكلاوي، كده كده كانت متقطعه. الكبده انا قطعتها وحطيتها بقى في كيس. خفت احطها في التلاجة، يعني تبوظ او اي حاجه، مش تبوظ يعني، مش عارفه، انا خفت احطها في التلاجة الصراحه، عشان كانت طالعه من الفريزر وفكت وكده، فقلت اديها صدمه في الفريزر وبعدين اطلعها. ففعلا حطيتهم في الفريزر هما الاتنين، الكلاوي والكبده. ووقت بقى بعد الصلاة على طول، او الصلاة شغالة يعني، ابتديت ان انا اعمل فيهم. فطلعتهم من الفريزر 5 كده بس، يفكوا يعني، ما كانوش مجمدين قوي. هنا طبعا احط كزبرة واحط ملح. ما حطيتش فلفل نهائي، لان الفلفل بيغمق لون الكبدة، فانا الصراحة مش عايزة الكبدة غامقة. حطيت كزبرة، ده اساسي معانا في الكبدة، بيديها طعم حلو جدا جدا الصراحة. والكلاوي طبعا. وحطيت ملح طبعا، ده اساسي. لكن ما بحطش بقى ولا توابل كبدة، ولا بحط فلفل اسود، ولا بحط اي حاجة من الحاجات ديت، عشان انا عايزة احس بطعم الكبدة، مش عايزة احس ان انا باكل بهارات او فلفل اسود يغمقها فتبقى شكلها مش حلو. فهم دول بس اللي انا بحطهم، الكزبرة والملح. هقلب فيها بقى كويس خالص كده، كل ده على نار عالية، ما وطيتش عليها خالص، وما هزودتهاش مية ولا اي حاجة. هي استوت يعني منها فيها. انا بقلبها بس عشان لون الكبده هو كمان يتوحد يعني، ما يبقاش لونه احمر من ناحيه والناحيه التانية لون تاني. فانا قلبتها كده كويس جدا. وبعد التقليب دوت بقى بوطي عليها وبغطيها بالغطا بتاع الصينيه، او باي غطا عندك يعني، تمام. بس كده، والكبده بتبقى معانا جاهزه في منتهى الجمال. بحط عليها، نسيت اقول لكم، إني بحط عليها يعني معلقه او معلقتين كده خل. ما تكتريش يعني، حطي معلقه واحده لو الكميه، او زي ما انا حطيت كده، حاجه بسيطه، ما تكتريش. ونص ليمونه، ده بيفرق جدا 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 في طعم الكبده. بس كده، اقلبهم بس كويس عشان كله يبقى واخد من بعضه، واسيبهم بقى على نار هاديه. بس هقلبهم بس كويس، وبعد كده هغطيها واوطي عليها. مفيش دقيقة او دقيقتين خلاص الكبدة استوت. وطبعا الكلاوي خلاص برضو، هي متاخدش برضو وقت، بس بتاخد وقت اكتر من الكبدة شوية. هنا خلاص بصوا كانت استوت يعني، خلاص انا كده اعتبر بقى كنت خلاص هغرف يعني. عملت بقى طحينة، طبعا الكبدة بتاكل معاها طحينة بتبقى حلوة جدا، اي نوع كبدة بتاكل معاها طحينة. هنا السلطة بقى هغرفها في الاطباق. جبت معايا 3 اطباق، حطيت فيهم السلطة، كانت حلوة جدا مع الكبدة الصراحة، ما قعدتش يعني، اتاكلت كلها.
بس انا كده بقى جهزت السلطة وجهزت الطحينة. هجيب بقى البطاطس دلوقتي، برضو حمرت البطاطس، كانت خلاص استوت، طلعتها ايه، بصوا ما شاء الله لونها، عشان الزيت نضيف زي ما بقول لكم، بيبقى طالع لونها حلو جدا. وهنا الطبق ده هحط فيه طبعا الكبده. انا هحطها كده كلها معاكم، وهفردها بس كده عشان تبقى شكلها حلو في الطبق. وكان عندي كمان كيس بقى شيبسي، فضيته في الطبق وقلت احطه معاهم، قلت احطه كده، بعدين حسيت لا الالوان كده مش متناسقه، فانا شيلته وحطيته الناحيه التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. وده كان فطار العيد بتاع النهارده. وجبت بقى معاه المخلل طبعا حطيته، ده كان اول يوم العيد. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. وجبت طبعا معايا العيش الطري الاسمر، بيبقى تحفه معاه، احلى عيش الصراحه. متقوليش بقى عيش ابيض ولا عيش اي نوع تاني ولا فين ولا كده، الصراحه العيش ده بيبقى تحفه جدا. إيه، بس كده اهو الفطار كده كان معانا جاهز، والحمد لله كلنا وشبعنا ونمنا وصحينا، مش قادرين نعمل حاجه تاني. ربنا يديمها علينا نعمه وعليكم يا رب. ايه رأيك في فطار النهارده؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يعيد عليكم بألف خير يا رب، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك.